الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات، مرحبا. قبل فترة في مجموعة من الفيديوهات تناولت تجربة حزب العمال الكردستاني باللغة الكردية، والكثير من الكتاب والباحثين يعني كانوا بيطلبوا مني أنه أترجم هذه الفيديوهات أو أقدم فيديوهات تانية باللغة العربية لحتى المتابع العربي للشأن الكردي وخاصة ملف حزب العمال الكردستاني يكون على بينة، يعني بعيدا عن المتداول والشائع في المواقع الإلكترونية أو في إعلام الحزب، أو لأنه بيعتبروا أنه الرواية الرسمية للحزب وأي حزب أو أي دولة أو أي نظام، الرواية الرسمية غالبا تكون يا إما محشوة بالأكاذيب والتضليل، يا إما مشوبة بالأكاذيب والتضليل. فحزب العمال الكردستاني ليس استثناء. التاريخ العلني للحزب، التاريخ العلني مليء بقصص الأساطير والمقاومات والبطولات، وهذا في جزء منه صحيح فيما يتعلق بالمعارك، فيما يتعلق بمقاومات المقاتلين، مقاومة الطبيعة وظروف الطبيعة، الحصار، ظروف الحرب، هذا كله صحيح. داخل السجون في الجبال كمان هذا صحيح. لكن في شيء تاني، آه، في مجمل قراءاتي لأدبيات حزب العمال الكردستاني من ضمن المصادر، لما أوجلان بيحكي عن التاريخ الحزب بينزه وبيبرئ حاله من الفظائع اللي كانت موجودة أو اللي شهدها الحزب أو التي ارتكبت داخل الحزب. دائما بيبرئ حاله من هالقصص. جميل بايك كمان سرد في له مجموعة مقالات، كمان هو سرد تاريخ الحزب، هو كمان برأ نفسه رغم أنه جميل بايك داخل الحزب يمكن تصنيفه كمجرم حرب، وهذا بشكل موثق بتصريح من أوجلان. صحيح أوجلان ما قال عنه مجرم حرب، لكن قال أنه أصدر أوامر لتصفية المقاتلين الجرحى. هذا الحدث صار في 1992. وفعلا يعني تعليمات جميل بايك في الجبل نفذت، وتم تصفية مجموعة من الجرحى، نجا منهم شخص واحد لكي يروي للناس هاي الواقعة المجزرة الفظيعة. طبعا يعني قانونا وعرفا وأصولا، وكل مؤيدي وأنصار الحزب من القانونيين والحقوقيين بيعرف أنه إذا أنت قتلت جرح العدو فهي جريمة حرب، فما بالك أنك تقتل الجرحى تبعك وبعدين تكتب في الإعلام تبعك استشهد في المعركة الفلانية وفي المكان الفلاني، وهذا يعني كذب وتضليل. جميل بايك أيضا لم يذكر الفظائع في تاريخ الحزب، ولم يذكر مسؤوليته في بعض الفظائع والانتهاكات اللي شهدها. إذن تاريخ حزب العمال الكردستاني الرسمي العلني هو تاريخ مليء بالبطولات والأمجاد والانتصارات، وحتى الآن يعني حزب العمال الكردستاني لم يستطع أن يحرر قرية واحدة أو بلدة واحدة، والمكتسبات اللي حققها في كردستان تركيا يعني ضاعت نتيجة سياساته ومواقفه يعني. أيضا التاريخ الخفي، التاريخ غير الرسمي واللي موجود في صدور المقاتلين والمنشقين أو في بعض كتاباتهم، مش كثيرين كتبوا حول هذا الموضوع، في اثنين بعرف منهم كتبوا يعني وقريت لهم وواجهوا الموت يعني بصراحة وتهديدات الحزب واستهدافات الحزب. هو سليم تشروكيا وصالح آراس، اثنيناتهم كانوا كوادر. سليم تشروكيا من جيل المؤسس لحزب العمال الكردستاني، صالح آراس هو من الكوادر المتقدمة واللي ترك الحزب في سنة 87 88،
وكان يعني ضمن إدارة أوروبا لحزب العمال الكردستاني. ومش بس هيك، كان عديل أوجلان، يعني متزوج من أخت كثيري يلدرم. هذلون الكاتبين مع آخرين يعني يطول ذكر أسمائهم، كتبوا جانب من التاريخ الدموي والتاريخ الأسود اللي داخل هذا الحزب. طبعا الإعلام الحزب وأنصاره وقادته يرفضون هذا التاريخ، وهذا طبيعي، يعني التاريخ الدموي والصفحات السوداء الموجودة في الحزب. قيادات الحزب ترفض، ويعني تروج بين الناس أنه هؤلاء منشقين، خونة، عملاء، حرب خاصة، حرب. طبعا هذا كله كذب، يعني خاصة مصطلح الحرب الخاصة اللي طرحه أوجلان هو مش تبع أوجلان، يعني هو الحرب النفسية، وهذا شيء قديم. دائما أوجلان بياخذ شيء من أدبيات الآخرين ويصبغ عليه، يعني أو يغير أو يحور وينسبه لنفسه، مثل أي كاتب. أحيانا في كتاب كثيرين بياخذوا مقولات الناس وبيحوروها وبينسبوها لنفسهم. والحشود، يعني حشود الكاتب أو حشود هذا السياسي أو حشود أوجلان، بيصدقوا أنه هي من إبداعات هذا البني آدم. يعني إجمالا تاريخ حزب العمال الكردستاني هو هيك يعني. والأقرب والأقرب إلى الصحة والصواب هو الجانب الدموي المسكوت عنه، الحقيقة المرة، الحقيقة البشعة، هذا المسكوت عنه. الجانب الرسمي في يعني لا يمكن المرء أن يخفي الجانب المضيء من مقاومات، من كفاح، من نضال، وكل هذه التفاصيل. طبعا هذا من طباع الأمور يعني، وموجودة، ولا حد في ينكر. حتى خصوم حزب العمال الكردستاني والمنشقين عنه ما فيهم ينكروا الجانب الإيجابي والجانب البطولي والمقاوم الموجود. لكن القضية ليست في الحديث عن الجانب الإيجابي، القضية هي في الجرأة والمكاشفة ونقد التاريخ الدموي والتاريخ السري لحزب العمال الكردستاني. حزب العمال الكردستاني أنا كنت أحد الموالين له، وبقيت معه في حدود 20-21 سنة أدافع عن هذا الحزب. طبعا أخذتني أفكاره وبريق شعاراته والقومية واليسارية، ومثلي مثل كل هؤلاء الشباب اللي انخرطوا ضمن هذا الحزب وبسوية معينة، يعني مش مع ساحات القتال والمعارك ما شفتها. يعني كنت إنسان مدني، ناشط مدني ضمن تنظيمات هذا الحزب. اشتغلت في حقل الإعلام، وأنا بعرف، يعني أنا لما بنتقد حزب العمال الكردستاني على الصعيد الإعلامي بعرف، وحاليا لما بتابع إعلام هذا الحزب بعرف مستوى الكذب والدجل الموجود في هذا الإعلام. أنا بعرف، لأنه أنا يعني ما حدا حكى يعني مش الشوف شيء والحكي شيء تاني. واحد من برات المنظومة يحكي عن فساد الإعلام وتضليل وكذب الإعلام في حزب العمال الكردستاني شيء، وواحد عايش هاي التجربة شيء آخر. فأنا لما بحكي عن إعلام الحزب عن تجربة، عم بحكي مستويات التضليل والنفاق والخداع، حتى فيما يتعلق بموضوع الشهداء. إعلام حزب العمال الكردستاني لم يكن يعني يحترم قيم الشهداء وحقيقة أماكن الحقائق التاريخية والمعلومات التاريخية في أماكن استشهادهم. مناسبة الفيديو هو تصريح رجب طيب أردوغان أنه استهدف نور الدين صوفي قائد الجناح العسكري في حزب العمال الكردستاني، والحزب نفى. ومش بس نفى، يعني طالع فيديو انه تأكيدا انه ما زال نور الدين صوفي حي يرزق، وليكو عم يرقص هو والقيادات الأخرى يعني رقصة الثوار، ما زال حي. طبعا لأنه إعلام غبي، وإعلام يعني يستخف بعقول الناس، وبإمكانه يكذب ويضلل، وما حدا يجي من داخل الحزب يسأله لك شو هذا.
مثلا يجي يفحص المادة الفيلمية في هذا الفيديو، راح يكتشف انه الفيديو قديم. مش بس الفيديو قديم، بوزانتاكين اللي في طرف الدبكة نور الدين صوفي، وفي الطرف الآخر بوزانتاكين، وفي المنتصف باهوس أردال. بوزانتاكين يعني فقد حياته منذ 6 أشهر أو سنة أو أكثر، والحزب لم يعلن عنه بصراحة، يعني لم يعلن أنه هذا القيادي الكبير. وبوزانتاكين أنا شفته، أنا في صيف 2007 كنت في جبال القنديل وشفت بوزانتاكين وحكينا، وصار في هيك دردشة بيني وبين بوزانتاكين. هذا الرجل يعني مش موجود، يعني فقد حياته، مش موجود في الحياة. فأنت بتجيب واحد فقد حياته، استشهد، يعني بصرف النظر ظروف فقدان هذا الرجل لحياته وتفاصيله، المهم هو مش موجود، بتجيبه من العالم الآخر في فيديو قديم مشان تثبت أنه شخص آخر ما زال حيا، وأنه تصريحاته التركية مفبركة ومش صحيحة. هذا فضيحة، هذا فضيحة يعني. هلا آمنا بالله يعني مش مشكلة، الإعلام التركي كاذب 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 كاذب، إعلام التركي كاذب، هذا صحيح. الإعلام التركي مضلل وكاذب قولا واحدا. من أصل 10 معلومات ينقلها الإعلام التركي، أنا أشكك ممكن في 7 معلومات، يعني وثلاثة يعني 2 بين وواحد ممكن أصدق من الإعلام التركي، يعني من أصل 10 معلومات. لكن على الطرف الآخر إعلام حزب العمال الكردستاني كمان مش إعلام ملائكي، كمان إعلام كاذب وإعلام مضلل. وأنا قلت يعني أنه حتى فيما يتعلق بموضوع الشهداء هذا الإعلام يكذب، يعني إعلام النظام السوري يكذب في النشرات الجوية. حطوا لنا النشرات الجوية على جنب. حزب الشهداء وحزب المقاومة وحزب الدماء وحزب التضحيات بيكذب في موضوع الشهداء. كيف بيكذب في موضوع الشهداء؟ مقاتلين داخل الحزب تم تصفيتهم، الحزب قتلهم بتهم ما أنزل الله بها من سلطان، وضمن إعلام الحزب يقول واستشهد في معركة بطولية في المكان الفلاني في التاريخ الفلاني. هذا قولا واحدا مش صحيح. في أحد الكوادر القدامى والمثقفين والمشهود لهم بنضال وجهد، فايق صوفي من منطقة ديرك، شخص كتير خلوق، شخص كتير محبوب داخل الحزب، تم تصفيته. كان موجود في سجن الحزب، في سجن الحزب تم تصفيته. وبعدين اجى مراد كرايلان وعمل حوار مع شخص كردي سوري بولاد جان، هو حتى الآن مع الحزب. وبولاد جان بيعرف أنه مراد كرايلان كاذب في هي الرواية، بيعرف أنه الحزب قتل فايق صوفي تحت التعذيب، وكان يعني حالته يرثى لها شهود يعني من داخل الحزب، لكن بيقبل. قبل أجرى معه حوار وأنه والله فايق صوفي انتحر. فايق صوفي كيف انتحر؟ يعني في يفترض أنه في سجن وكذا، والله شنع حاله انتحر. مظلوم دوغان اللي هو انتحر وشنق حاله في سجن ديار بكر، والحزب عمل حواليه أسطورة أنه أضرم النار بنفسه وكذا. وأنا كتبت وحكيت بالوثائق حول حقيقة هذه الحادثة ومدى مستوى الأسطرة والإضافة والتضليل فيها، مشان تعرفوا إعلام حزب العمال الكردستاني إلى أي درجة يكذب، حتى من مستوى القادة إلى مستوى الكوادر. يعني حقيقة مظلوم دوغان، وهل فعلا في 21 آذار أضرم النار بنفسه احتجاجا على الخيانة في الحزب واحتجاجا، هذا كلام كله مش صحيح قولا واحدا، ومن مصادر الحزب. يعني الرواية الأولى والرواية الثانية لحادثة مظلوم دوغان حكيت عنها كثير في هذا الخصوص. فشخصية مهمة واستراتيجية مثل مظلوم دوغان حرفوا عملية استشهاده أو عملية
انتحار أو هيك، فما بالكم في موضوع فريق صوفي. مقصدي أنه الرواية الرسمية، رواية حزب العمال الكردستاني، منقول كاذبة فيما يتعلق بنور الدين الصوفي، لكن نخضعها للنقاش، نضعها على مستوى النقاش. هلا الأتراك لم يبرزوا لا صورة نور الدين صوفي ولا هم يحزنون. حزب العمال الكردستاني كمان رايح جايب لي صور قديمة وفيديوهات قديمة لنور الدين صوفي، وفي نهاية هذا الفيديو راح أرجيكم الفيديو اللي تداوله الحزب على مستوى، وطلب أنه توزيعه على المؤيدين والموالين ضمن مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات الواتساب والغرف المغلقة والغرف الإلكترونية. أنا بقصد يعني على الأنصار أنه يروجوا لهذا الفيديو، وهو فيديو قديم ويعني ركيك، ويعني دليل يرتد على حزب العمال الكردستاني. لا يفند الرواية التركية، يرتد على حزب العمال الكردستاني على أكثر من مستوى أنه تضليل ومش صحيح وكذب. طيب الحزب إذا لجأ إلى فيديو مضلل ويكذب وفيديو مش صحيح، ماذا يعني ذلك؟ شو معنات هذا الكلام؟ معناته في شيء، في موضوع. هذا من جهة. طبعا نحن هلا ما نطلق أحكام، نحن عم نحلل الموضوع. اثنين، هذا الفيديو لنفترض أنه في لاحقا بعد سنة، بعد شهرين، بعد يومين، المهم بصرف النظر عن المدة الزمنية، أعلن حزب العمال الكردستاني عن فقدان نور الدين صوفي لحياته. بيصير الحزب طبعا راح يرفق رواية جديدة تناسب هذا الإعلان، وهو شاطر بهذا الخصوص أنه يضبط رواية معينة. طائرة من غير طيار استهدفته، لغم أرضي، واحد من الخونة المزروعين داخل الحزب استهدف نور الدين الصوفي. طبعا الاستهدافات في الفترة الأخيرة في أغلبها تستهدف كوادر كردية سورية. حتى الآن في تاريخ الحزب كله، في تاريخ الحزب كله، وأنا أتمنى أن يؤكد لي أنصار الحزب أنه هذا الكلام غير صحيح. جميل بايك في لبنان، في سوريا، في الجبال لم يتعرض لأي محاولة اغتيال. دوران كالكان في أوروبا وفي الجبال وفي لبنان وفي دمشق لم يتعرض لأي عملية اغتيال. واثنين هدلون الشخصيتين كل واحد بده فيديو خاص فيه، يعني لأنه شخصيتين بصراحة غامضتين إلى جانب وجود الغموض اللي اكتشفته لاحقا حتى في شخصية أوجلان. في جانب ينبغي للباحثين أو للنقاد أن يتناولوا ويمحصوا في هذا الموضوع. إذا نور الدين صوفي لنفترض أنه ما زال حي، وأنا أتمنى أنه الرجل ما يكون يعني أصابه مكروه، ولا أتمنى المكروه لأي إنسان، يعني حتى يعني ألد الخصوم والأعداء ما بتمنى لهم غير الخير، وأنه يعقلوا شوي ويتدبروا ويتفكروا في الأمور، وما ينساقوا للرواية الرسمية بشكل أعمى، والكيل الاتهامات وأردوغاني وعميل وميت تركي شو ميت تركي؟ مين الآن في حماية الميت التركي؟ وراح أخصص حلقة خاصة فيما يتعلق بموضوع إمرالي، جزئية خاصة. هذا كمان موضوع منفصل. مين اللي يخدم الأتراك حاليا؟ مين اللي وعد الأتراك أنه يخدمهم؟ مين اللي حاليا بيعيش ويتنفس على نفقة الدولة التركية؟ أنا ولا أناس آخرين؟ فقصة الميت التركي ويقبض من الأتراك وأردوغان، القصص هي يعني المفلسين هيك يطلقوا الكلام هيك على أوانيه بدون وثائق. إذا عندهم وثيقة ضدي فيما يتعلق بفساد مالي، فساد أخلاقي، علاقة مع جهة أجنبية معادية من هذا الكلام التافه، فليبرزوا، ما يحكوا هيك كلام شغل شوارع هيك على
ويدفشوا هذا النصف صحفي أو النصف كاتب أو النصف ما بعرف شو، كلهم على بعضهم أنصاف ما بيكملوا بعض كمان يعني. ويستهدفون، لا، ناقشوا الأمور، حاولوا أن تجيبوا على هذه الأسئلة التي أطرحها وأثيرها ويطرحها آخرون، مش بالشتائم والإهانات والتخوين، بالمنطق. إذا نور الدين صوفي حي وأتمنى أن يكون حي، لكن تاريخ حزب العمال الكردستاني مثل ما قلت مليء بالغموض، مليء بالأحداث الغامضة، مليء بجرائم التصفية الداخلية. يعني حتى الآن قصة معصوم قرقماز مؤسس حزب العمال من ضمن المؤسسين وقائد المجموعة العسكرية، واللي ب 15 آب 84 نجحت عمليته العسكرية وأعلن الكفاح المسلح. هذا الشخص في 27 آذار 1986 كمين عادي واستهدف. يعني الحزب قال 50,000 وعشرات الألوف، مش صحيح هذا الكلام، كمين عادي يعني. وقعوا مجموعة معصوم قرقماز وقعت في كمين، يعني ما في كمين بعشرات الآلاف، كمين يعني 50,000 مثل ما بالأغاني والسرديات العاطفية الموجودة تبعية في الحزب، لا كمين. لكن الرصاصة أتته من الخلف، وعلى أساس الحزب فتح تحقيق بهذا الخصوص، والتحقيق ما زال جاري. هذا واحد. إسماعيل من كرد سوريا، ومن أولى القيادات اللي استشهدوا، وكان مهندس مدني وشخص كتير مثقف ومرشح لأن يكون عضو لجنة مركزية. هو أيضا حادثة استشهاده من الخنزير. أخوه بيعرف هالقصص غامقين وعم يسمعني هلا يعني. حادثة استشهاد إسماعيل إبراهيم من تل خنزير من دير كمان غامضة، كمان فيها مش الحزب فيما بعد بعد ما استشهد عملوا عضو لجنة مركزية يعني تكريمي في هذا الخصوص، مثل ما ساووا مظلوم معصوم قرقماص عقيد قائد الجناح العسكري بعد فقدانه لحياته. إسماعيل إبراهيم كمان عملوا عضو لجنة مركزية بعد ما استشهد. مش بس هيك يعني، في قصص كثيرة يعني. عمليات التصفية الداخلية داخل حزب العمال الكردستاني قديمة. أول عملية تصفية كان جميل بايك يشرف عليها، هو وشاهين دونماس، اثنين في ال79. في ال79 بأمر من أوجلان أنه في هنالك قيادي، أحد القياديين البارزين في الحزب اسمه جلال آيدن، اعتقلوه وأخذوه إلى يعني في منطقة نائية، وحفروا له قبرا وأطلقوا عليه النار. اثنين شاهين دونماز وجميل بايك. هي أول عملية تصفية، أو يمكن اعتبارها أول عملية تصفية داخلية ضمن حزب العمال الكردستاني. الكوادر القدامى ممكن يصححوا لي هالمعلومة. فالمسألة قديمة. التصفيات الداخلية في معسكر لبنان، في دمشق، في معسكرات دمشق، في معسكرات لولان، في الزاب، يعني لا يمكن أن تحصى. لو كانت لتلك الحجارة الموجودة في البقاع اللبنانية أو في لولان أو في خنيرة أو في زلة أو في خاكوركي أو في حفتانين أو في داخل الأراضي كردستان تركيا، لو كانت الحجارة والوديان والكهوف تتكلم لسردت هي التاريخ الدموي لحزب العمال الكردستاني. وهذا الكلام أقوله بمنتهى المرارة يعني. إذن الحجارة لا تتكلم، وبعض أو الكثير من الناس أيضا صامتين، لكن الأكثر يعرفون ويساهمون في عملية التضليل وبيعرفوا حالهم. هلا موجودين داخل الحزب مشان مناصبهم الوهمية، الديكور، مستعدين يعني يسووا شو وأصلا أيديهم ملطخة بالدماء يعني. هؤلاء الموجودين حاليا في الواجهة
في إذن لا يمكن الأخذ بالرواية التركية، نعم، لكن لا يمكن الأخذ بالرواية الآبوتشية كمان، الحزب العمالية، هاي الرواية كمان مشكوك فيها. ريثما يتجرأ الحزب ويطالع فيديو قصير مثل هذا الفيديو، وأنا كتبت في صفحتي وطالبت الحزب بهذه المسألة، أنه يطلع نور الدين صوفي ويقول تاريخ أو شيء يثبت تاريخ تسجيل الفيديو بشكل موثق، أنه هي أنا حي أرزق وما في شيء وهي الرواية كاذبة. ليش لما الإعلام التركي قال، طبعا في بعض الحمقى بيقولوا لا الحزب ليس مضطرا، لا الحزب مضطر. نور الدين صوفي قائد الجناح العسكري ولو شكليا، يعني القائد الحقيقي بنعرفه هو دوران كالكان. هدول الموجودين في الواجهة من الأكراد السوريين كلهم شكليين، كلهم خدم، كلهم عبيد، ما لهم دور في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، لكن لهم دور في تنفيذ هذه القرارات على الكرد السوريين. وشاهين بيسمعني وبيعرف أنا شو عم بحكي، باهوز بيسمع وبيعرف شو عم بحكي، آلدار وبقية الجماعة بيعرفوا شو عم بحكي. يعني ما لهم دور في اتخاذ القرارات، لكن لهم دور، هم فقط أدوات تنفيذية لا أكثر. هل الموجودين في الطقم، الموجودين في الفيترينا وفي الواجهة عبارة عن ديكور. القرار الحاسم والرئيسي هو لقيادات كرد تركيا قولا واحدا، يعني اثنين ما يختلفوا فيها. فالرواية الرسمية تبعت حزب العمال الكردستاني في هذا الحدث لا يعتد بها بدليل الفيديو القديم والصور القديمة. قولوا صحيح مثلا استهدف هذا الرجل، في حالة إذا استهدف أعلنوا عن ذلك، مو عيب. يعني أما تخفوا الموضوع وكذا وتلفلفوا بقصص، أنا بصراحة يعني أخشى مما أخشاه. أنا بعرف والكل بيعرف أنه في الفترة الأخيرة ازدادت عمليات التصفية داخل الحزب. ذكرت بعض الأسماء وبعض الأسماء لم أذكرها، بيعرفوا كل مين اتخذ وتعرض لمحاكمة وتم تصفيته، والبعض أعلن عنه أنه والله استشهد في قصف جوي وما بعرف شو. حتى قصة رستم جودي مشكوك فيها، وأنا كتبت كثير حول هذا الموضوع. يعني الأتراك لم يعلنوا عن استهداف رستم جودي في إعلامهم، مثل ما أعلنوا عن نور الدين صوفي لم يعلنوا عن رستم جودي. إعلام حزب العمال الكردستاني بعد فقدان رستم جودي لشهر، أكثر من شهر لحياته، قام بعملية عسكرية وانتقاما لفقدان رستم جودي. أنت ليش تخبي عن الناس أنه قيادي استشهد وكذا؟ يعني شو هي هاي الحكمة الإلهية أو هاي العبقرية الكونية أنه تخفي الحقيقة عن الناس؟ قبل هالفترة، يعني يمكن سنة أو سنتين، ذكر الإعلام التركي أنه باهوس أردال كان مستهدف. نفى الحزب، لكن فعلا باهوس أردال استهدف، ويمكن مرافقه أو هيك شيء فقد حياته. وبعدين الحزب أعلن هذا المرافق شهيدا وكذا. ففي تلك الحادثة كمان خبى الحزب ولفلف الموضوع وكذب على الرأي العام فيما يتعلق بموضوع استهداف باهوس أردال. أنا بصراحة أتمنى أنه الحزب يبتعد عن التضليل وخداع الناس، حتى على مستوى، يعني على مستوى عم يحكوا حقيقة ليلا نهارا. أنت لما بتطالب الأتراك بكشف الحقيقة، أنت لازم تكون شخص حقيقي، حزب حقيقي، تنظيم حقيقي، مخلص ومبدئي ووفي، وشكلين ما بتحكي، شكل واحد ما يعني. هذا هو يفترض بالأحزاب الثورية والمناضلة والمخلصة وصاحبة المبادئ والقضايا السامية والنبيلة وأخوة الشعوب والمجتمع الإيكولوجي، وما حدا يؤذي زهرة أو تطأ قدمه نملة أو هيك قصص. لازم تكون هذا الكلام حقيقي. يعني إجمالا أتمنى أنه الرجل ما يكون يعني استهدف، وأتمنى أن تكون الرواية التركية كاذبة، وأتمنى أن تكون الرواية الآبوتشية صادقة وقوية بالقرائن والأدلة، مش الاستهداف
تافه لصفحات الناس اللي بينتقدوا حزب العمال الكردستاني، يعني من بدال ما تستهدفوا هوشنغ أوسي في كرامته، في سمعته، في شرفه، في مهنيته، وتستهدفوا إغلاق صفحته. ردوا، كونوا شجعان، وردوا بما تمليه الشجاعة الثورية والأخلاقية عليكم، أدبيا، سياسيا، أخلاقيا. ردوا بالمنطق بالحجة، مش بفيديوهات مفبركة على الأتراك. ردوا على منتقديكم يعني أصولا وعرفا وأخلاقا، بما تمليه بما يمليه حق الرد عليكم بالمنطق والحجة والبينة. رح يكون لي وقفات ثانية. حتى ذلك الحين ألقاكم على خير. Gel aşira şerdekim erdin şer bagi butane avrakı hoş avrakı avara mirhara avrakı hoş avrakı erdin şer bagi butane avrakı hoş avrakı ورامي ورامي هوراخ خش هوراخ هزيشة بقى بطانة توبا مازن كتراخي هورا مير مير توبا مازن كتراخي هزيشة بقى بطانة Topamazın ketrafı havara mir havara mir Topamazın ketrafı ezdin şerbege botane Uşşerine ser şirinakı havara mir havara mir Şerberin ser şirinakı din şerbege botane şerber ser şenahe havara mir şerberin ser şenahe din şerbege botane askana bekana havara mir أسكال فين